بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معانا بقى طالبة مختلفة شوية. الأم أنا عارفها كويس قوي من أيام أختها كانت الأم ما شاء الله من الأمهات اللي أنا كنت بقول لكم حافظة المنهج أكتر من بنتها، بتحضر المراجعة قبلها. حد كده ما شاء الله يعني واهب حياته لبنتينه. لدرجه ان انا كنت بشفق على بناتها من اللي هي بتعمله فيهم، يعني يعني بصراحه يعني. فكان الدور على مريم، فمريم وهي في اعداديه، مريم كانت شايفه ايه اللي بيحصل في جهاد. فمريم الحقيقه انا مش عارف هي تمالكت ازاي مع الضغط اللي ماما عملته. وانا دايما بقول ماما دي ما شاء الله هي السر. انا الحقيقه بهديها جايزه الام المثاليه الحقيقه، يعني اللي بتعرف فعلا. لسه كنت بتكلم مع الباشمهندسه مامتها عملت ايه، برضه نفس الكلام. عايزك الاسم، المجموع، درجة الفيزياء، الكلية، وشكرا لماما. الاسم مريم مسمى السعان، المجموع 93 ونص، جايبة في الفيزياء 59 وليا درجة عند الحكومة على فكرة. يجيبوه بابا محامي يجيب. ما خدتهاش والله، عملت ظلم وما خدتهاش وبس. والله فعلا شكرا. كلية جالي طب بشري. بس تقليل الاغتراب شغال، انت جالك طب بشري، بس ان شاء الله يعني ممكن تيجي طنط على ما اعتقد. طيب ماما دي قصه معاكي 3-4 دقايق تحكي لنا ماما كانت بتعمل ايه من وانت في اعداديه. ده ليله الامتحان كانت جايه لي بورق نزل على النت. شوف لي الاسئله دي. يعني انا بجد يعني ام عظيمه بكل الكلمه. يعني انت مهما اتكلمتي مش هتوفيها حقها. حاولي تختصري كده. وهل كنت مره بتزهقي منها؟ هل مره حاولت الانتحار من كتر اللي بتعمله فيكي؟ احكي لنا كده. قربي المايك. هو اول حاجه الصراحه مامي كانت اكبر داعم ليا، هي وبابي الصراحه. يعني كان هما الاثنين كانوا بيقولوا لي اعملي اللي انت عليكي واحنا علينا الباقي. ما كانوش بيقولوا لي اشك. لا فعلا والله بابي كان بيقول لي كده، اعملي اللي عليكي واحنا علينا الباقي، انت عملتي عليكي خلاص. بابا بصفه عامه في اي بيت عايز يروح بالليل يقلب في الريموت. ماما هي اللي عندها روح شريره بتظهر على الابناء. روح شريره. عارفه الروح الشريره دي؟ انا عايزك تحكي لي عن الروح الشريره، مش عشان ماما واقفه هي بتعمل لك كده. لا احكي كانت بتعمل فيكي ايه. كنت مثلا جيتي في المذاكره بتغفلي، كانت تجيب جرد الميه وتطص في وشك. احكي لنا المواقف دي. هي انا كنت ساعات بنام وانا بذاكر عادي جدا، بس هي كانت بتقعد تقول لي قومي ذاكري واعملي كوبايه نسكافيه، وفي الاخر كوبايه النسكافيه بننام انا وهي عادي جدا. ما كناش بنكمل اصلا. بس كانت الصراحه عندها حاجه ان هي لازم تصحيني على طول. بتصحيني وما بتقول لي قومي ذاكري وانا هذاكر معاكي. يعني قومي حلي سؤال وانا احل سؤال ونشوف مين اللي جاوب اكتر صح. نعم والله كانت بتقول لي شوفي مين يجاوب اكتر صح، واللي هيجاوب اكتر هياخد على قد الجو. يعني مامتك كانت بتعمل بينك مسابقه مين يجاوب اسرع اكتر. يعني هي كانت بتذاكر المنهج اكتر منك؟ كنا احنا الاتنين بنذاكروا مع بعض، مفيش حاجه. مين كان بيكسب في المسابقه دي؟ انا ساعات وساعات مامي كده. دكتوره جهاد بتكدبك، بتقول لك هي مامتها اللي كانت بتكسب. انا كنت بكسب في المواد اللي هي مثلا زي الاحياء، ساعات هي بتغفل مني في الاحياء. ولكن الفيزياء هي الصراحه. انتوا مستوعبين اللي بيحصل؟ يعني ماما ما بقتش ماما، دي صاحبتها، وبيعملوا مسابقه تحدي بيذاكروا مع بعض ويعملوا مسابقه مع بعض. ومن اعدادي بنعملوا الحركه دي في الماس بالذات. لما كنت في اعدادي كانت على طول بتعمل معايا الحركه ديت. كانت تحل طبعا قاعده على النت. اي مدرس في اي بلد في اي حته ينزل ورق تيجي منزلاه وتقعد تحله وتعلم لها على الاسئله المهمه. ايوه فعلا. والاسئله اللي اغلط فيها تقول لي روحي اسالي فيها مدرسك. وتقعد تمسك الاسئله كده، لا ده سهل، لا ده جه قبل كده، لا ده شفناه وتقول لي السؤال ده جه في كتاب التفوق، ده جه في الوسام يعني ايه. حافظه الاسئله جت في كتب ايه. دي اللي كانت بتسمع حل الوسام اصلا، مش انا. هي اللي كانت بتسمع حل الوسام. انا عايز لما تيجي سيره الوسام تقولي الوسام سابقا الخبير حاليا. طب حاضر. الوسام سابقا والخبير عليا خلاص كده. كانت هي اللي بتسمع فيديوهات الحصه. وبعدين انا فاكر لما جت ليله الامتحان والاسئله اللي كانت معاها دي، هي علمت على 5-6 اسئله. ايه الام دي؟ كانت اسئله جامده الصراحه. يعني كانت من مستر عبد المعبود، بس كانت كلها اسئله جامده. وعلى طول في الاحياء بقى تلاقيها معلمه لي بقى على السؤال الحلو وتقول لي حلو. هي نزلت اسئله مستر عبد المعبود بس؟ ده ما فيش مدرس في مصر ما نزلتش اسئلته. يعني هو في كرولز ده اللي محلناهوش الصراحه. يعني انا ما اعترفتش. ليه ما يعني ما كنا نحله بالمره. طبعا هو دي حاله فريده مش قاعده على فكره، ان حد يعني يركز معك هذا الكم من الاسئله والكتب والمدرسين. ده انا هنقول لكم على مفاجاه كمان. مفاجاه دلوقتي هتتفاجئ بقى. يعني مع كم الكتب اللي اتحل في ثالثه ثانوي ده، واي مدرس على النت ينزل اسئله تتحل، انت واخده معايا المنهج مرتين.
تاني كنت سنه تانية واخداه معاه كاني تالتة. يعني انت وانت في تانية خدت منهج تالتة؟ خدت فيزياء وكيمياء ونص الاحياء. برضو عندي لوحدي ولا كذا مدرس برضو؟ لا كنت برايفت، انت الوحيد اللي كنت نزلت له في يعني في تانية كنت دماغ تاخدي منهج تالتة عندي وبرايفت كمان؟ لا كنت باخد مع حضرتك بس في تانية، لكن في التالتة بقى خدت اونلاين الصراحه مع حضرتك اونلاين. يعني انت كنت تسمعي شرح كذا مدرس فيزياء عادي؟ ما كنتش بسمع شرح ولا كنت بسمع شرح، يعني كنت باجي اراجع مع حضرتك واروح هناك بقى اقعد احل في الملازم. يعني انت كنت بتسمعي شرحي انا بس بتحلي جميع المدرسين؟ ايوه من عند الناس كلها بقى، بخش عند محمود مجدي امتحن، عند عبد المعبود، عند اي حد. يعني بتشتركي في المنصات بتاعت المدرسين مش عشان تسمعي شرح؟ لا وطبعا زمان اسمك منور في لوحات شرف مدرسين مصر كلهم. كلهم والله، والناس كلها منزله اسمي، انا اصلا ما خدتش عندها قبل كده. الراغب ما تاخديش غير عند البنا بس؟ والله. طب ينفع كده؟ مش عارف. طبعا انا نفسي يعني انا فاكر يعني اول نتيجتين عرفتهم بصراحه كان جودي ومريم، يعني لان دولت بصراحه يعني نعم. قايله لك انا جايبه اول ما طلعت من الامتحان اول واحد كلمته كان انا الحقيقه، وده يعني هي عارفه العلاقه طبعا. ام جهاد طبعا تالي مدرسين دمنهور كلهم عارفينها، هي فعلا انا بعتبرها هي ايقونه للام المثاليه بصراحه يعني. وحاله الخوف الام ديت حاله بجد تستحق يعني. يوم النتيجه بقى امك عملت ايه؟ لا هي كانت هاديه خالص لحد ما قالوا النتيجه بدات تتسرب. هي قعدت بقى، انا في الصاله وانا في الاوضه جوه قاعده بتفرج على مسلسل اصلا. كنت قاعده بتفرج على مسلسل وهي مامي بره عماله تزعق فيا. يا مامي عادي دي نتيجه انا عايز يعني. لحظه النتيجه ما ظهرت. اول ما طلعت انا عيطت الصراحه عشان انا ما كنتش. هو مش عارف الحريم عندهم النكد ده فقره كده يعني. انا كنت حاسبه درجات غير دي خالص، وكنت حاسبه مجموع غير ده خالص، وعيطت يوميها بسبب كده بقى. هو طب ليه طيب؟ فمامي قالت لي خلاص انت مجموعك حلو ويدخلك الكليه اللي انت عايزاها، فخلاص بقى وافرحي. ساعتها بقى النور قطع. يوم النتيجه هو مجموع برضو لا قدر الله برضو مش حلو 93 وشويه، ودخلت طب قدر الله وما شاء فعل. انا كنا عايزين نرتب على الجمهوريه. انا فاكر لقطه غريبه حصلت والدتك السنه اللي فاتت انت كنت بتحضري منهج ثالثه، لما نزل امتحان الفيزياء بتاع ثالثه ثانوي قعدت تحله مع اللجنه، يعني اثناء ما اللجنه شغاله قعدت تحله، واتصلت كانت عماله تعيط من السنه اللي فاتت. بتعيطوا من السنه اللي فاتت؟ لا هي كانت بتعيط يوميها ان انا قعدت اوحها في المساله اللي كانت غلط، قلت لها المساله السؤال غلط بس هتتحل كذا. يعني ما شاء الله انت مش خدت المنهج في تانية بس، ده انت خدت المنهج ووصلتي للامتحان وحليتي معاهم في اللجنه، وما شاء الله اكتشفت المساله الغلط. هو انا كنت ساعتها اصلا حله كتب كتيره فكنت شايفه الغلط. حله كتب كتيره من وانت في تانية؟ كنت حله النيوتن. خلي بالك في ناس بتنجهر دلوقتي. كنت حله، لا فعلا انا كنت باخر النتيجه دي كنت حاطه راسها الكتب، انا كنت شايفه جبال حرفيا، بقول ايه ده كله. عرفتوا اللي بيجيبوا مجموع وبيخشوا كليات بيكونوا تعبوا ازاي عشان اللحظه دي، وانا كنت متوقعها من اوائل الجمهوريه. تحيه مش لمريم بقى السعان، تحيه لماما بجد يعني. وتحيه برضو للبنوته القمر مريم اللي استحملت الضغط ده وهي عن حب، وهي على فكره كان هدفها الاول ارضاء بابا وماما. شكرا دكتوره مريم السعان.